ببلش الفيلم سنة 1996 وبنشوف شخص بركض على الشط وبيلاقي لعبة غريبة مدفونة بالرمل، فبياخدها وبرجع على البيت بسرعة عشان يعطيها لابنه أليكس. ولما بصحى أليكس بشوف اللعبة وبيلاقي مكتوب عليها جومانجي، بس ما بتعجبه وبشوفها مجرد لعبة قديمة لأنه بحب ألعاب الفيديو جيمز. بالليل بصحى على ضوء أخضر طالع من اللعبة وبتفاجأ إنها تحولت للعبة فيديو جيم، فباخذ الشريط اللي فيها وبشغلها عشان يلعب. بس فجأة بطلع ضوء غريب بالبيت كله وبيبين إنه صار إشي. بعد 20 سنة بنشوف شاب اسمه سبنسر وهو قاعد بيلعب فيديو جيم، وقتها بتوصله رسالة من صاحبه فريدج بحكي له فيها لاقيني عند البيت المهجور، وبنتفاجأ إنه البيت المهجور طلع بيت أليكس. بيروح سبنسر يقابله وبعطيه البحث اللي كتب له إياه، وبأكد عليه فريدج ما يحكي لحدا إنه هو اللي عمل له البحث لأنه ممكن ينطرد إذا الأساتذة عرفوا. ثاني يوم بيروح سبنسر على المدرسة وبوصلوا استدعاء لمكتب المدير، وقتها بتفاجأ إنه صاحبه فريدج هناك، وبيكون المدير اكتشف إنه هو اللي عمل له البحث لأنه بكون نفس البحث اللي هو عمله السنة الماضية بالضبط. فبيقرر المدير يعاقبهم هم الاثنين، وبكون في بنتين متعاقبات معهم اسمهم مارثا وبيثاني. بخذهم المدير الأربعة على مخزن المدرسة، وبكون العقاب إنهم ينظفوا المخزن ويشيلوا الدبابيس الموجودة بالمجلات. ولما بيروح المدير بيحاول سبنسر يتعرف على مارثا وبكون معجب فيها. وقتها بيلاقي صاحبه فريدج لعبة جومانجي وبشغلوها عشان يلعبوا هم الأربعة، فبيبلش كل واحد فيهم يختار الشخصية اللي رح يلعب فيها. وأول ما بلش اللعبة بسمع صوت غريب كثير زي صوت الطبل، وفجأة بنسحب جسمهم جوا اللعبة. وأول واحد بنشوفه جوات اللعبة سبنسر بيلاقي حاله بغابة وشكله تغير لواحد معضل، وبعدها بيلاقي 3 أشخاص بنحطوا قدامه وبيعرف إنهم أصحابه. بيستنتج إنهم دخلوا عالم اللعبة وشكلهم متغير للشخصيات اللي هم اختاروها. بتتضايق بثاني لأنها تحولت لشخصية زلمة باللعبة، وبتلوم حالها عشان ما اختارت شخصية البنت اللي مارثا اختارتها. بيلاقوا وشم مرسوم على ايديهم على شكل 3 خطوط، وبيعرفوا انه هاي خطوط هي عدد الارواح اللي إلهم باللعبة. فجأة بيطلع فرس النهر من ورا بثاني وبكلها قدامهم، فبيخافوا من المنظر وبلاقوها وقعت من السما مرة ثانية، وهيك بيكون ضايلها محاولتين بس باللعبة. بعدها بيلاقوا فرس النهر جاي جهتهم، فبركضوا هم خايفين لحد ما يلاقوا سيارة وقفت قدامهم. بيركبوا السيارة وبحكي لهم السايق إنه مرشد بلعبة جومانجي واسمه نايجل، وإنه مجرد روبوت وشخصية مبرمجة باللعبة مش أكثر. ببلش يحكي لهم قصة جومانجي وبحكي لهم إنه من 20 سنة كان في واحد اسمه راسل فان بيلت، وهالشخص سرق الجوهر السحري من تمثال النمر الموجود بنص الغابة. وقتها سيطرت عليه قوة الشر وقدر يتحكم بالحيوانات وسيطر على الغابة كلها. بس لحسن الحظ قدرت أسرق منه الجوهرة وهو نايم. بعد ما يخلص القصة بعطي الجوهرة لسبنسار وبحكي له إنه مهمتهم يرجعوا الجوهرة لتمثال النمر فوراً عشان يفكوا اللعنة، وإذا عملوا هيك بفوزوا باللعبة وبرجعوا لعالمهم. بس وقتها لازم يحكوا كلمة جومانجي بصوت عالي بعد ما يتأكدوا إنه الجوهرة انحطت بالتمثال. وقبل ما يمشي بعطيهم خريطة للغابة اللي فيها التمثال،